بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. فيلمنا بيبدأ بصوت بيقول إن في أساطير لأشخاص اتولدوا بموهبة صناعة الموسيقى الحقيقية، والموسيقى دي بتكون قوية جدا لدرجة إنها ممكن تخلي أرواح من الماضي أو المستقبل تظهر. وفي غرب أفريقيا زمان كانوا بيسموا الموهبة دي كريبت، والموهبة دي كانت بتشفي الناس في المجتمعات بتاعتهم، ولكنها في نفس الوقت كانت بتجيب لهم الشر برضه. وفي أمريكا سنة 1932 داخل مدينة كلاراكسديل في شاب اسمه سامي بيوصل لكنيسة هناك، وبيكون باين عليه التعب ووشه مليان بالجروح الخطيرة، وبيكون ماسك في إيديه جيتار مكسور. وجوه الكنيسة بيكون موجود أبو سامي وهو بيصلي للحضور، وبنعرف إن هو أسيس في الكنيسة دي. وأول ما بيشوف ابنه داخل من الباب بيجري عليه وبيفضل يحضره، ولما بيشوف الحالة الصعبة اللي هو فيها بيأمره إنه يبعد عن الموسيقى ويرجع لطريق الله. ولكن سامي ما استجابش لكلام أبوه وفضل ماسك الجيتار المكسور. وأثناء ما أبوه بيتكلم معاه مرة تانية وبيحاول يعقله، سامي بيشوف ذكرى مرعبة لشخص كان بيأذيه جامد، وده بيوضح لنا سبب الجروح الخطيرة اللي في وش سامي. وبنرجع بالقصة لليوم اللي فات لما أولاد عم سامي التوأم سموك وستاك رجعوا لمدينة كلاراكسديل بعد ما عاشوا في شيكاغو لفترة معينة، وكانوا سارقين فلوس كتير من عصابة هناك، وبيكونوا مستنيين وصول شخص معين. وبالفعل بتيجي عربية وبينزل منها راجل اسمه وود زعيم عصابة، وبيوديهم على مصنع خشب مهجور، وده المكان اللي سموك وستاب بيخططوا إنهم يشتروه ويحولوه لملهى ليلي للناس السود. وبيدوا الهود شنطة مليانة بالفلوس، وبيحذروه إن لو هو أو أي حد من أفراد عصابته قربوا من مكان هيخلصوا عليهم على طول. وبعدين التوأم بياخدوا سامي ابن عمهم وبيروحوا لمكان مخفي على جنب الطريق، واللي بيكونوا مكبين فيه عربية نص نقل مليانة بالويسكي علشان يوزعوه في حفلة الافتتاح. وفجأة بيلاقوا تعبان طلع لهم من داخل العربية، وقبل ما يهجم عليهم سموك بيقدر يقتله بالحنجر في لمح البصر. وبعد شوية سموك بياخد العربية وبيروح للمدينة علشان يقابل أصحابه، ولما بيوصل لهناك بيشوف بنت صغيرة قاعدة في الشارع، فبيطلب منها إنها تحل بالها من العربية، وبيعرفها إن لو أي حد قرب منها كل اللي عليها إنها تدوس على بوك العربية وهو هيجيلها. وبعدها سموك بيدخل بار واحد صاحبه اسمه تشاو، وبيسلم عليه هو ومراته جيريس وبنته ليزا. وأثناء ما بيطلب منه شوية حاجات علشان الافتتاح بيسمع صوت بوك العربية، فبيخرج من البار بسرعة وبيشوف 2 رجالة بيحاولوا يسرقوا الويسك اللي في العربية، وبدون ما يتردد بيطلع المسدس بتاعه وبيضرب عليهم نار. الأول بيتصف ظهره والتالي بيتصف رجله، ولما واحد فيهم بيركز وبيعرف إنه سموك بيعتذر له ويبلغه إنه ما كانش يعرف إنها عربيته. وساعتها سموك بيقول له وأنا كده هحن يعني، وبيضرب عليه نار مرة تانية. والناس اللي في المدينة بيكونوا شايفين كل حاجة، ولكنهم بيكبروا دماغهم لأنهم بيكونوا عارفين التوأم سموك وستاك وقد إيه هم خطر. وفي نفس الوقت ستاك بياخد سامي اللي بيحلم إنه يكون عازف مشهور وبيروحوا لمحطة القطر علشان يدوروا على مغني مشهور اسمه ديلتا. وأول ما بيلاقوه ستاك بيطلب منه يغني لهم حاجة من أغانيه، وبالفعل ديلتا بيغني وبيجذب انتباه بعض الناس اللي في المحطة. وساعتها ستاك بيعرض عليه إنه يشغله معاهم في الملهى الليلي. وفي اللحظة دي بتظهر بنوتة جميلة اسمها ماري، ودي تبقى صديقة الطفولة للتوأم وحب ستاك القديم، وبتكون متضايقة منهم جدا لأنهم ما بعتولهاش وردة ولا حتى رسالة بعد وفاة أمها. وستاك بعد كل العتاب ده مش بيلاقي رد يقولهولها. وعلى الناحية التانية سامي بيفضل يرازل بنت متجوزة اسمها بيرل، وبيعزمها على حفلة افتتاح الملهى الليلي. وبعدها سموك بيروح يزور مراته أني، واللي بتكون شغالة في سحر الفودو. وأني مش بتكون مبسوطة برؤية جوزها، ومع إنه بيعرض عليها شوية فلوس حلوين علشان يساعدوها في مستلزمات البيت، إلا إن أني بترفض وبتقوله إنها مش هتاخد فلوس جاية من قتلهم للناس. وبنعرف إن العلاقة متوترة ما بين أني وسموك بسبب فقدانهم لطفلهم زمان. ومع غروب الشمس بيظهر راجل اسمه ريمك، وبيكون جسمه كله مليان بالدم، وبيروح لبيت 2 متجوزين بيرت وجوانا، وبيفضل يترجاهم إنه يستخبى عندهم، وبيعرض عليهم مجموعة من الدهب مقابل حمايته من قبيلة الهنود اللي بتطارده. ومع إنهم في الأول كانوا مترددين إلا إنهم بيوافقوا في الآخر. وبعد شوية بتوصل مجموعة من رجالة الهنود، والقائد بتاعهم بيسأل جوانا إذا كانت شافت راجل باين عليه إنه هربان، وبيحذرها إنها لو مخبياه تقوله لأن الراجل ده خطر جدا. ولكن جوانا بترد عليه إنها ما شافتش حد،
فالقائد بياخد رجالته ويمشي. وبعد ما جوانا ترجع للبيت بتتصدم لما بتعرف إن ريمك مصاص دماء، وبيكون عض جوزها بيرت وحوله هو كمان لمصاص دماء. وقبل ما جوانا بتفكر أصلا هتتصرف إزاي، ريمك وبيرت بيعضوها وبيحولوها هي كمان لمصاص الدماء. وفي نفس الوقت التوأم سموك وستاد بيفتتحوا الملهى الليلي، وبيجيلهم ناس كتير جدا بيفضلوا يرقصوا ويشربوا ويتدلعوا ويتمرقعوا. وبنعرف إن افتتاح المكان ده كلف التوأم فلوس كتير جدا. وبعدها ستاك بيطلع سامي على المسرح علشان يعزف، وبنلاحظ إن الموسيقى بتاعت سامي بتكون قوية جدا والناس بدأت تتشد ليها. وكمان لما سامي بيبدأ يغني صوته بيكون جميل جدا لدرجة إنه بيستدعي أرواح موسيقيين سود من أزمنة مختلفة وبدأوا يشتركوا معاهم في الحفلة. وفجأة المكان بيتملي بالطاقة على شكل نار مشتعلة، ومع ذلك الناس ما بطلتش رقص وفضلوا مكملين. والمشهد القوي ده لفت انتباه ريميك وبيرت وجوانا، واللي راحوا قربوا من الملهى الليلي وعملوا نفسهم موسيقيين بيسافروا في كل مكان، وبيبدأوا يلعبوا موسيقى علشان يشدوا انتباه الناس ويدخلوا للملهى. ولكن سموك ما كانش مطمن ليهم ومش بيرضى يدخلهم، وحتى بعد ما بيعرضوا عليه إنهم هيدفعوا له الفلوس اللي عايزها بيرفض برضه. ولما كانوا على وشك إنهم يمشوا ماري بتخرج تتكلم معاهم، ولأنها عارفة إن التوأم محتاجين فلوس بتاخد من ريمك عملات دهب علشان تديها للتوأم ويدخلوهم. ولكن فجأة بتلاحظ إن عيون ريمك بتتحول للون الأحمر، وأول ما بتحس بالخطر بتطلع المسدس بتاعها وبتهدده بيه. وأثناء ما ماري كانت راجعة للملهى الليلي فجأة ريمك بيروح وراها في لمح البصر وبيفضل يعض فيها لحد ما بيحولها لمصاص الدماء. وفي نفس الوقت الحارس بيرد بيسيب الملهى لحظات علشان يفك زنقته، وكان مخلي المغني ديلتا واقف مكانه لحد ما يرجع. وساعتها بيرت وجوالا بيستغلوا الفرصة وبيفضلوا يعملوا أصوات غريبة علشان يشدوا انتباه بيرد ويخلوه يدخل للغابة. وبعدين ماري بترجع للملهى الليلي وهي متحولة. في الأول حاولت تغري سموك بجسمها، ولكن في الوقت ده حصلت خناقة في الملهى وسموك راح علشان يفضها. فماري قررت إنها تروح تغري ستاك حبيب الطفولة، وتحس إن ستاك مصدق ودخل معاها في لحظات رومانسية جدا. وفي الوقت نفسه المشاكل فضلت تزيد أكتر وأكتر داخل الملحة، وفي شخص اتضرب بشفرة حلاقة في وشه. فسموك بيفضل يدور على اللي عمل كده لحد ما بيلاقيه، وساعتها بيطلب من سامي إنه يروح يجيب ستاك ويدي. وبالفعل سامي بيروح لستاك ولكنه بيلاقيه في وضع غير مناسب مع ماري، فبيتحرج إنه يندى عليه. ولما سامي بيرجع لسموك وبيفضل يتهته في الكلام، ساعتها سموك بيحس إن في حاجة غلط وبيروح هو بنفسه علشان يشوف أخوه. ولكن يا ريته ما راح، لأنه بيشوف ماري المتحولة وهي عمالة تعض في رقبة ستاك في مشهد بيكون مرعب جدا. وبدون تفكير سموك طلع مسدسين وفضل يضرب نار عليها، ولكن المفاجأة إنه بيلاحظ إن الرصاص مش بيأثر فيها. واللي زاد وغطى إن ماري بتقوم من المكان وبتقول له أنا بوعدك إني هخلص عليكم كلكم، وبعدها بتطلع تجري وبتقدر تهرب من المكان. وفي اللحظة دي سموك بيحاول يساعد أخوه ستاك، ولكن للأسف كان فات الأوان وستاك مات. وساعتها سموك وديلتا بيفضوا المكان وبيطلبوا من كل الناس إنهم يروحوا، ومبقيش فاضل في الملهى غير سموك وسامي وأني وديلتا وبيرل وجيرس. وبعد ما بيقفلوا الأبواب بيظهر الحارس بيرد وبيطلب منهم الدخول، ولكن أني بتحس إن بيرد في حاجة غلط وبتطلب منه يمشي من المكان. وساعتها بيرد بيقول لها وماله ادوني فلوسي وأمشي. ولما سموك بيمد إيده علشان يديله فلوس فجأة بيرد بيشد يد سموك وبيفضل يعضها. وساعتها بنكتشف إن بيرد اتحول لمصاص دماء هو كمان، ولكن سموك قدر يطلع المسدس بتاعه بإيديه التانية وضرب نار على وش بيرد وأجبره إنه يجري من المكان. وساعتها قالت تعرف إنهم بيتعاملوا مع مصاصين دماء، والأمور بتزداد سوء لما ستاك بيقوم من الموت ولكن وهو متحول لمصاص دماء. في البداية بيتظاهر إنه بخير وبيطلب من أخوه سموك إنه يفتح له الباب، وبالفعل سموك بيروح يجيب المفتاح، ولكن ستاك مش بيستنى وبيكسر الباب بنفسه. ولما كان على وشك إنه يهجم على المجموعة هاني بترش عليه خل وتوم، وده بيحمل ستاك يهرب من الملهى الليلي. وفي نفس الوقت مصاصين الدماء بيكونوا واقفين بره وهم عمالين يغنوا ويرقصوا، والمفاجأة إنهم بيكونوا محولين كل الضيوف اللي خرجوا من الملهى لمصاصين دماء برضه، بما فيهم تشاو صاحب سموك. ومصاصين الدماء بيفضلوا يزيدوا أكتر وأكتر لحد ما بيكونوا حشد كبير جدا بقيادة ريمك.
واللي بيروح يقرب من سموك وبيكشف له الحقيقة ويقول له إن هو وأخوه اتنصب عليهم من هود زعيم العصابة، واللي كان بيخطط إنه يبعت لكم رجالته علشان يخلصوا عليكم. وستاك بيأكد على الكلام ده وبيقول إنه فعلا شاف الأحداث دي بعد ما تحول بوبيا مصاص دماء. وساعتها ريميك بيقول للمجموعة إن كل اللي طالبوا منهم إنهم يسلموه سامي وبس، لأن الموسيقى بتاعته قوية وبتستدعي الأرواح القديمة واللي منها أجداده اللي عايز يشوفهم. ولكن المجموعة بترفض طلبه، وساعتها ريميك بيعرض عليهم إنه يحولهم ممصاصين دماء علشان يعيشوا للأبد. ولكن لما المجموعة بترفض برضه، ريميك بيهددهم إنه هيقتل كل الناس اللي بيحبوها زي ليزا بنت تشاو وجيريس. فالمجموعة بتتصدم وبيقفلوا باب الملهى على نفسهم علشان يفكروا هيتصرفوا ازاي. ولكن جيريس مش بتقدر تستنى لأن بنتها في خطر، ولما كانت على وشك إنها تخرج من الملحق، سموك وآني بيمنعوها بالقوة. فجيريس بتفضل تصرخ وبتندع على مصاصين الدماء، واللي أول ما بيسمعوا صوتها بيروحوا يكسروا باب الملهى وبيدخلوا يهجموا على المجموعة، واللي أغلبهم بيتعدوا من مصاصين الدماء زي بيرلو وآني. ولأن آني بتكون عارفة إنها هتتحول، بتطلب من جوزها سموك إنه يطعنها بالسكينة قبل ما تبقى مصاص الدماء. وبالفعل سموك بيطعنها وبيكون حزين جدا وهو بيعمل كده. وبعدها سموك وستاك بيدخلوا في معركة شرسة جدا مع بعض، وفي نفس الوقت سامي بيخرج بره الملهى علشان يهرب، ولكن ريميك بيقدر يوصله وبيفضل يقطع له وشه. وده بيفسر سبب الجروح الخطيرة اللي ظهرت على وش سامي في أول الفيلم. ولكن سامي مستسلمش وقام كسر الجيتار على دماغ ريميك اللي بيتعصب جدا وبيروح يقرب منه. ولما كان على وشك إن يعض سامي ويحوله لمصاص دماء، بيجي سموك من ورا ريميك وبيطعنه بسكينة في ظهره. ومع شروق الشمس أجسام مصاصين الدماء بدأت تتحرق بالنار وتتحول لرماد. ولأن سموك كان عارف إن عصابة هود في طريقهم ليه، بيطلب من سامي إنه يهرب من المكان بسرعة. وبعد ما سامي بيمشي، سموك بيروح يقعد جنب صندوق الأسلحة وبيستنى العصابة، واللي بالفعل بتوصل. وسموك بيبدأ يضرب عليهم نار وبيرموا قنبلة داخل العربية بتاعتهم، بس للأسف سموك بيتصاب بطلقة في جسمه. ولكن مع ذلك مش بيستسلم وبيفضل يقتل في العصابة واحد ورا التاني، ومش بيفضل منهم غير زعيمهم هود، واللي بيفضل يتربى سموك إنه يسيبه يعيش وهيديله كل الفلوس اللي عايزها. ولكن سموك بيقوله مع السلامة انت وبيخلص عليه. وبعدها سموك بيشوف روح مراته آني مع ابنهم المفقود وبيفرح جدا بالرؤية دي. وبنرجع لسامي اللي مسمعش كلام أبوه زي ما ظهر في أول الفيلم، وفضل يطارد حلمه كعازف موسيقى لحد ما بنوصل لسنة 1992، وبنشوف سامي لما كبر وبيكون مستمر في عزف الموسيقى. وبعد ما بيخلص العرض بتاعه، بيجيله ستاك وماري وهم بنفس شكلهم اللي كانوا عليه من 60 سنة. ولأن ستاك بيكون عارف إن سامي قرب يموت، بيعرض عليه إنه يعضه ويحوله لمصاص دماء علشان يعيش للأبد ويستمر في عزف الموسيقى. ولكن سامي بيرفض وبيقوله إنه شاف العجب في حياته وإنه مستعد للموت وقت ما يجيله. وبعدها ستاك بياخد ماري ويمشي. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهارده، اتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.